السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاول نشارك معكم مجموعه من المعلومات على هذا الحيوان الغير عادي اللي سميتو السلاموندر. اول مره غنشوف هذا الكائن وعرفت سميتو السلاموندر تفكرت مباشره وبقيت كنقول اجي ياك ما بيناتهم شي قرابه، ياك ما السلاموندر حتى هو كيطلق العافيه. وملي مشيت نقرا عليه لقيتو قال تشارماندر وتشاريزارد والتشاريح. العجب اللي في هذا المخلوق الصغير الكيوت ومالو ماشي كيوت، انا بعدا جاني كيوت، خلاني ما نحبسش من قول سبحان الخالق. نبداو وبحال ديما اغرب حاجه غنخليها حتى الاخر. السلاموندر الناري او السلاموندر المنقط بالفرنسيه كيقولوا ليه سلاموندر طاشطي، خونا قديم في الارض تعاودوا عليه القصص والاساطير، حتى من ارسطو سير جون جاك روسو اثار الانتباه ديالهم وجبدوه في كلامهم. كانوا القرون كيظنوا انه كيخرج من العافيه، والبعض اليوم عندنا كيظن انه كيطيح من السماء مع الشتاء. هادشي بدا كيتبدد مع نور العلم والدراسات الكثيره اللي دارت عليه. هاد الحيوان كيقولوا ان الموطن ديالو الاصلي هو اسبانيا، ومن بعد سرح في الارض، واليوم كيتواجد في اغلب اوروبا، وكاين في امريكا الشماليه والجنوبيه، ووصل حتى لبعض دول اسيا، ولكن في افريقيا كاين غير عندنا في المغرب وعند خوتنا في الجزائر. هاد الكائن كيخرج غير بالليل، حشومي، وإلا تلاقيتي معاه في الصباح راه غير تحنسر في الماكله. كيفضل ديما يبقى بعيد على الاعين، وبالتالي كنلقاوه ديما في الغابات الرطبه وسط الحشائش والبقايا ديال الجذوعه الميتين، وكيرتاح في المغارات اللي فيهم صبيب ديال المياه معتدل، حيت كيوفروا ليه الامن ودرجه الحراره المعتدله والظلام، حيت هو الجلد ديالو حساس جدا وكيعتمد على الشم اكثر من البصر في التنقل ديالو، وهذا الشيء كيلقاه في المغارات. الذكر والانثى صعيب تميز بيناتهم، ولكن كل فرد في السلاموندر مميز عن اي فرد اخر في هذا الكوكب، والاختلاف الفريد كاين في البقع الصفراء اللي كتعتبر بحال البصمات عند الانسان، حيت كل سلاموندر عنده ترتيب معين ديال البقع الصفراء وما كيتبدلش ليه حتى كيموت. هاد النقط الصفراء عندها دور دفاعي محض، بحيث ما كتخليش عدد كبير من المفترسين ليه يزعموا عليه وكيعطيهم انطباع انه مسموم. في الحقيقه هو النيت كيفرز السموم من الجلد ديالو، وبالخصوص من غدد كاينه ورا عينيه. هاد السموم كتخلي المفترس ياكل السلاموندر ويرجع يدفلو. لذلك الا لقيتوه بلا ما تهزوه، وإلا هزيتوه غسلوا يديكم مزيان. السلاموندر كيقدر يعيش حتى 50 سنه. ودابا ندخلوا في الحياه الخاصه ديالو، ديروا الكيت وركزوا معايا مزيان. في الكماسوترا ديالهم عندهم وضعيه وحده فقط. الذكر ملي كيبغي يتزاوج كيقلب على اقرب انثى ليه، اقرب حيت هو بطبعه ما كيبعدش بزاف وحركته ثقيله، يقدر يعيش حياته كامله في كيلومتر مربع. كيوصل عندها وكيمشي يدخل تحت منها، كيقدر كاع يمشي بها الامتار فوق ظهره. ملي كيكمل التهييج كيرمي كيس ديال الحيوانات المنويه في الارض، وكتمشي الانثى تهزو وكتخشيه في واحد الجيب كاين تحت من كرشها. العجيب انها كتقدر تحتفظ بالحيوانات المنويه ديال الذكر حتى العامين قبل ما تخصبهم، سبحان الله. واكثر من ذلك كتقدر تبقى تغديهم باش يبقاو صالحين للتخصيب. وملي كتشوف الظروف مناسبه، يعني كاين بركه مائيه نقيه ودرجه حراره مناسبه والقص موجود، كتقوم بعمليه التخصيب وكتحط لينا حتى ل 30 كتكوت صغيور وسط البركه المائيه. دابا تسمعوا 16 الوحش. السلاموندر منذ الولاده حتى الممات كيعيش حياتين. ملي كيكون يلاه تزاد كيعيش حتى 3 شهور غير وسط الماء بحال شي سمكه، وما كيكونش عنده اللون الاسود والاصفر، كيكون عنده ديل عريض باش كيعوم، وعنده خياشيم باش كيتنفس وسط الماء، وكتكون عنده خاصيه الحربائيه، يعني كيقدر ياخذ اللون ديال المكان اللي هو فيه باش كيدير التمويه الى حس بالخطر. وإلى الاطفال ديال السلاموندر ما لقاتش الاكل في البركه المائيه كيتاكتيفا عندهم الكانيباليزم، يعني الكبير كياكل خوه الصغير. ومن بعد 3 شهور كيخرجوا من الماء وكتوقع لهم عمليه تحول رهيبه في ظرف اسبوعين، كيوليو سلاموندر اللي كنعرفو واللي شفتو من الاول ديال الفيديو. كيعيش في اليابسه وما عندوش بزاف مع الماء. انا عارفكم في هذه اللحظه عقلكم وقف، ولكن مازال ما شفتوا والو. اسمعوا هادي. العلماء اليوم كيهتموا بزاف بهذا الحيوان حيت عنده واحد الميزه اللي رهيبه، وإلا قدرنا نقلوها للانسان ترى الهربه. السلاموندر عنده خاصيه تجديد الاطراف، يعني اذا مشات ليه شي يد او رجل كيقدر الجسم ديالو يعاود يكونها في واحد المده محدده. وكاين صنف اخر من السلاموندر اكتشفوا العلماء مؤخرا انه كيقدر يجدد حتى القلب والدماغ والنخاع الشوكي، يعني الاعضاء الحيويه، يعني كيقدر يلعب كاشكاش مع الموت. هذا خاصو فيديو بوحدو. ما علينا.
السلاموندر كيبقى من الكائنات اللي شخصيا كتعجبني بزاف، عنده سلوك هادئ ومسالم، وحنا كمغاربه خاصنا نحافظوا عليه لانه كيبقى موروث حيواني ديالنا، وغادي نتلاقاوه في الغابات وفي المغارات. ما ناديوهش ونكتفيو بالاستمتاع بالمشاهده ديالو عن قرب، ونحيدوا الافكار الرجعيه اللي كتحوم عليه. فهو من خلق الله في الارض، عنده نظام حياه ودور مهم في الارض بحالنا. وفي الاخير نقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا ما كان.